طبعا انتوا متعودين لما اجيب توك العيد افرجكوا عليها. جايباها منين؟ من شبابيك ميرو زي ما متعودين. تعالوا ما نشوف البوكس ده. انا طبعا جايبه المكه علشان هتفرح قوي، علشان قصيت شعرها عملنا لها بقى تسريحه جديده كيرلي كده، فانا جايبه لها شويه توك جديده. بما ان العيد خلاص وهم في الامتحانات، فانا هفاجئها بقى يعني عشان تبقى فرحانه كده ومقبله على الايام الجايه بتاعه الامتحانات وهي بنت عاش. نسمي الله بقى ونفتح البوكس. بسم الله. الله، بدايه مبشره. طبعا الشنطه، الله، غير كل مره، غير كل عيد او شنطه عيد حلوه. الحزام بتاعها ملفت للنظر قوي، جميل في كل الالوان، يعني ينفع كل الهدوم. طيب الحاجه شكلها كتير، فاحنا ايه نفردهم واحده واحده كده ونتفرج عليهم. معايا بقى نظره كده من الاول، ايه رايكم؟ طيب احنا اول حاجه نبدا بيها وهي سلسله العيد. احنا عايزين الشكل ده، تمام. علقت شنطه، موبايل، ممكن تستخدميها في كذا شيء. بصوا يا جماعه، طلع ترند خالص خالص الايام دي. نبص على التوك الجميله دي حلوه قوي. ودي كمان حلوه قوي. ودي بقى تفردي الشعر وتروحي حطاها ايه من قدام كده. طبعا كلكم اكيد عارفين طريقه لبسها، يعني شكلها حلو، حلو للشعر المفرود. توك المشبك دي فراشه حلوه برضو. اوكي طيب، التوك دي بقى انا بحبها جدا، من عشاق انا التوك دي. بصوا الجمال، بصوا الورده، هو طالع السنه دي الورد هو الطاغي على كل الاشكال. بصوا بقى الحركه دي بقى حاجه جديده لسه نازله في السوق، جديده قوي اهي الشكل ده. انتي مثلا، انا للحقيقه لسه يعني ما جربناش، احنا لسه مش فتحنا البوكس ولا وريته المكه ولا كده. فدي ممكن ايه بقى نعمل مثلا الكعكه او الديل الحصان ونروح ايه حاطينها عليها كده. طبعا هسيب لكم اللينك فوق عشان لو حد عايز يطلب البوكس ده، هنسميه بوكس مكه. لو حد عايز يطلب من التوك، مش شرط تطلبي نفس العدد او نفس الاشكال، ممكن تطلبي زي ما انتي عايزه. بصي بقى التوكه دي كمان حلوه قوي. بصوا دي بقى، دي انا جايباها الفستان معين نفس الالوان كده، وشكلها حلو وطالعه اصلا موضه الايام دي الستان والورد ده. بصوا شفتوا انا جايبه المكه حاجات قد ايه، حتى الشرابات ماشي عندها شرابات، فراحت ايه جبنا شرابين. ودي توكه ستان، دي برضو توكه فيونكه كده ستان. ودي كمان برضو المكه. ودي برفان برضو، علشان ايه الست تتدلع، وهي طبعا بتحب الدلع جدا، بتحب حاجات البنات جدا. فايه جبنا لها ازازه بارتو برفان كده. وبالمره قلت لها زودي لي بقى توكتين ستان لحالاتي. ليه؟ لان انا بحب البس التوكه الستان لانها حلوه جدا للشعر ومفيده، ما بتوقعش الشعر لما تيجي تخلعي التوكه. من نفسي يعني يا جماعه ما فيهاش حاجه. طبعا الحاجات دي كلها من عند جروب شبابيك ميرو، هسيب لكم اللينك هنا تدوسوا عليه هتلاقي عندك كل اللي نفسكم فيه. وكل سنه وانتم طيبين.